ازيكم عاملين ايه في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو، ورجعنا مرة تانية لفيديوهات الكروشيه. ماشي. انا عارفة ان انا يعني غبت غيبة طويلة قوي في فيديوهات الكروشيه وكل الكلام دوت، ولكن الحقيقة يعني ان فيديوهات الكروشيه انا ممكن اكون اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو تاني. فيديوهات الكروشيه من الفيديوهات اللي بتحتاج مجهود في التصوير. ماشي. ومش زي ما انتوا متخيلين يعني، ولكن هي بتحتاج مجهود وكمان بتحتاج وقت اطول من الفيديوهات العادية اللي انا بعملها التانية على القناة. غير كده كمان انا بلاحظ ان حاليا يعني في القناة الفيديوهات الاخيرة اللي انا منزلاها حتى المشاهدات بتاعتها قليلة جدا جدا جدا، فانا مش عارفة بصراحة هل الناس مش بيوصل لهم الفيديوهات دي ولا ايه النظام. ماشي. فياريت لو انت حاليا او انتي بتشوفي الفيديو دوت، ياريت تنزلوا وتدوسوا اشتراك على القناة، وتأكدوا اللي انتم مفعلين زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وطبعا لو اعجبكم الفيديو تدوسوا لايك، تمام، عشان الفيديو ينتشر اكتر، وشير للفيديو وسط اصحابك والناس اللي بيحبوا الكروشيه والناس اللي مهتمين بالكروشيه عامة. تمام. خلينا نبدأ الفيديو، والفيديو ده بناء على تعليق واحدة. أنا ممكن أكتب لكم التعليق بتاعها في الجزء ده كده. ماشي. هي كانت بتسألني عن الأدوات بتاعة الكروشيه. قبل بس ما نبدأ الفيديو أتمنى إن انتوا تعملوا أي حاجة كده تشربوها وتاخدوا الموضوع ببساطة وسهولة ويسر. اللي عايز يتعلم كروشيه احنا هنبتدي اهوت الكورس. ماشي. وانا اوريدي بدأت في القناة كورس لتعلم الكروشيه من فترة طويلة، ولكن وقفته بسبب ان انا لما نزلته حقيقي ما جابش مشاهدات، وده حاجة احبطتني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فقلت يمكن محدش مهتم بالموضوع، ويمكن في ملايين الفيديوهات على الانترنت وعلى اليوتيوب اللي بتتكلم في نفس الموضوع، فقلت بلاش يعني تقليد يعني، او مش فكرة بلاش تقليد، فكرة ان هو خلاص يعني طالما المحتوى ده موجود قبل كده وفي مليون حد عامله، فايه الفايدة اللي انا اعيده من تاني. بصراحة اللي شجعني هو تعليق البنوتة ديت، وانا زي ما قلت لكم هحط لكم التعليق بتاعها. ماشي. هو اللي شجعني ان انا ارجع من تاني اكمل بقية السلسلة بتاعة تعلم الكروشيه. انا عارفة ان انا طولت عليكم شوية، ولكن استحملوني شوية. ماشي. واعملوا اي حاجة كده تشربوها، ويلا بينا نبتدي على طول. عامة اللي قدامكم ديت قهوة فرنساوي. هي نوعها كويس الحقيقة، يعني هي منتج مصري ونوعها حلو قوي. ولو حابين ابقى اكتب لكم اسمها تحت يعني في الكومنتات. طيب، السؤال بتاع البنوتة كان عن الأدوات اللي بتستخدم في الكروشيه، أو كان يعني أنا تقريبا ده اللي فهمته من السؤال. مش عارفة بالظبط هي كانت بتسأل عن الأدوات ولا لأ، ولكن معانا الأخت المحفظة الظريفة اللطيفة ديت. ماشي. أنا حاطة فيها كل الإبر بتاعة الكروشيه. ماشي. بص انا عايزه اقول لكم حاجه، اي حد مبتدئ اي حد مبتدئ هو مش محتاج كل يعني الكميات دي من الابر. تمام. هو بس محتاج زي ما قلت قبل كده، هو محتاج ابره مقاس 3.5 او ابره مقاس 2.5. ماشي. لو هو فعلا ناوي يعني ناوي يتعلم، يعني ناوي يتعلم فعلا كروشيه، ابره مقاس 2.5 او ابره مقاس 3.5. يعني انا بحبذ اكتر، وفي ناس هتقولك ابره مقاس 3.5 او ابره مقاس 4.5، عشان دائما وابدا الناس اللي لسه بتبتدي في الكروشيه مش بيبقى سهل عليهم ان هم يمسكوا الابر الرفيعه. ولكن الكلام ده كله بامانه، الكلام ده كله كذب. انا اول ما بدات كروشيه كنت بادئه بالابره ديت. ماشي. اظن مفيش يعني، في اكيد ارفع منها، بس اظنها ارفع حاجه تقريبا كانت موجوده. انا اول ما بدات كروشيه بدات اتعلمها بالابره ديت. خلاص. وكان يعني كان زمان ما كانش فيه الابر ديت خالص، الابر اللي هي الملونه دي، وكان كل الابر عباره عن الابر دي، وكان فيه الابر التانية اللي هي البلاستيك، او مش عارفه اللي هي بتتكسر بسرعه جدا. هبقى احط لكم صورتها وتبقوا تشوفوها. يعني هي ابر نوعها كان سيء جدا، وهي برضك كانت ملونه بس مش زي الابر دي نهائي. الابر دي ابر
نضيفة جدا 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 جدا. ماشي خلاص. طيب انا كده لخبطتكم، لو انا لخبطتكم انا بس محتاجة منكم في الكورس ده ابرة مقاس 3.5 وخلاص. ماشي تمام، بعيدا عن جميع انواع الابر دي. طب احنا هنحتاج حاجة تانية في الكورس دوت، هقول لكم. احنا ان شاء الله ممكن نحتاج الحاجات اللي هي زي كده. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ دي اسمها ابر تنظيف. الابر دي منها نوعين، نوع كده بيجي الابر اللي هي العادية ديت اللي هي النوع الحديد. ماشي تمام. والابر العادية دي للمعلومة منها احجام واشكال كتيرة جدا، وفي حاجات اكبر من كده. ماشي. ونفس الحكاية في الابر البلاستيك دي بيجي منها برضو احجام واشكال، وفي ابر اصغر من الابرة ديت للمعلومة. ماشي. فانت جيبي مثلا، انا رأيي احلى حاجة في الشغل هي الابرة ديت، الابرة اللي هي البلاستيك مش الابرة اللي هي الحديد، لان الحديد دي بتقطع الخيط. ماشي تمام. الابر البلاستيك دي هاتي منها مثلا الحجم الصغير، اكتر حاجة بتشتغلي بيها هي الحجم الصغير، لان انت في البداية بتعملي يعني مثلا ايه منتجات زي اللبس، زي مش عارفة الشالات، الحاجات اللي هي البسيطة ديت. ماشي. اللبس طبعا مش بسيط ولا حاجة، في اللبس غرز بتبقى يعني تقيلة شوية. ماشي. ممكن تعملي مفارش مش عارفة ايه، فانت مش محتاجة الحجم ده. الحجم ده بقى بينفع في ايه؟ لو انت هتعملي شنط، ماشي، بخيط مثلا مكرمية، بخيط الكليم، هينفع قوي في دوت، هيدخل في الفتحة ديت. ماشي تمام. تاني حاجة محتاجينها أو تالت حاجة محتاجينها هي العلامات. العلامات بقى ممكن تستخدمي أي حاجة. على فكرة أنا مؤخرا بس بدأت أجيب الحاجات ديت. ماشي. وكنت بجيبها إزاي؟ يعني مثلا أنا أروح أشتري شوية خيوط وتبقى اللي هو يعني في باقي اللي هي مثلا 10 جنيه 20 جنيه، فكنت بروح أجيب. لكن أنا في الطبيعي ما بجيبش كنت الحاجات دي، يعني كنت بستخدم مثلا اللي هو دبوس الدبوس بتاعنا العادي خالص بتاع الطرح. ماشي. اللي هو بيتقفل، اللي هو بيتقفل كده، مش الدبوس اللي هو التاني الرفيع، اكيد مش هعرف استخدمه يعني. ماشي. يعني اللي موجود اشتغلي بيه. لكن اهم حاجة عندي اكيد ابرة الكروشيه والخيط المناسب للابرة ديت. ماشي. فانتي ما تجيبيليش خيط سمكه كبير جدا وتقولي لي هيناسب ابرة مقاس 3.5. طيب ماشي. يبقى احنا هنحط الحاجات دي كلها على جنب. تمام. وانا المهم دلوقتي عندي اللي انت يبقى عندك ابرة مقاس 3.5، وكمان معاكي خيط مناسب للابرة دي. بص انا هوريكم نوعين خيط. انا عندي الخيط دوت، ماشي، اللي هو الخيط الصوف ده العادي جدا جدا، بس هو عشان لونه اخضر فانا حاسه اللي هو ممكن يتعارض مع الخلفيه ديت فما تشوفوش قوي الشغل. ماشي. وعندي كمان الخيط دوت هو خيط مكرمية. ماشي. خيط مكرمية بس نص ملي، فالسمك بتاعه سمك يعني معقول مقارنة لو احنا هنشتغل بيه في الخيط ده بالإبرة ديت. ماشي تمام. فهو سمكه معقول جدا جدا.